هات الصور القديمه في البلد القديمه بتاعت ده انا صورتي في البلد القديمه في وسط المدينه، وده جدي ومعايا انا هم الطريقه ده، وده ابويا وده والدي رحمه الله عليه، وده انا واخويا وجدي. دي بعض اللقطات في البلد القديمه. يمكن انا خسرت حاجات بسيطه هنا بس كبارنا بقى وهم اللي يقدروا يتخيلوا الزراعه. دي صوره قديمه جدا في القاهره بعد التهجير، بتضم نجوم كتير جدا. الصوره جماعيه فيها جدي وفيها جدي ابو ابويا وجدي ابو امي. صوره جميله كلها نجوم يعني دول بس قديمه. في صور كتيره جدا البلد دي عندي، وفي فيلم قديم قبل ابو سمبل ما يتشاف كمان. في استبيان عملته في 13 قريه. ال 13 قريه فيهم شركات وكنوز 7 و6. دي بعض اللقطات في البلد القديمه بعد ما هذا لا الاستاذ احمد صار رئيس جمعيه دستور اطفال. الاستبيان الاستبيان يا جماعه ده معمول عشان نعرف كل كبيره وصغيره على مستوى القرى. ازاي نقدر نمسك قريه مثلا زي ابو هور. القريه مساحتها قد ايه؟ تعداد سكانها قد ايه؟ وهل التعداد يتماشى مع مساحه السكان ولا لا؟ وهل في ثغرات يعني نسب الناس اللي بتتجوز 3% سنويا؟ يبقى هل في نسبه، هل في بيوت ال 3% اللي طالعين بعد كده 3% دول بيعدوا مثلا 55 او 60 واحد؟ هل في 60 ارض كل سنه موجوده في الارض؟ اغلبيه القرى بتاعتنا مفيش فراغات. وهتلاقي تسطل دخلت على المحيط، تسطل دخلت على سندل، هتلاقي كل القرى دخلت في بعض، ما لقيتش قرى بقت احياء. طيب ايه الحل؟ ومفيش في بعض القرى مفيش ظهير صحراوي. ممكن في بعض القرى فيها، عشان كده طلبه كلبشه مثلا طلبه يتعمل بيوت المنتجين عندها كلبشه. فمهم قوي ان احنا ندرس تضاريس كل شيء. تعداد سكاننا قد ايه؟ المتعلمين قد ايه؟ الغير متعلمين قد ايه؟ الزراعيين قد ايه؟ اللي بيزرعوا حاليا قد ايه؟ يعني انت عندك في قريه مثلا تسطل اللي بيزرعوا تعدادها مثلا سي 2300 واحد، اللي بيزرعوا فيها 7% بس او 8% بس. طب انت هتطالب الدوله بايه غير لما تعرف البيانات دي كلها؟ انت عايز ارض زراعيه عشان تزرع، طب مين عندك هيزرع؟ وهل اللي عنده ارض زراعيه هل هو بيأجر ولا بيزرع بنفسه؟ كل دي احصائيات من هنا بنطلع بيها ايجابيات جميله، والحمد لله طلعت ايجابيات. في مثلا المحافظ بياخد 5 مليون عشان يعمل احلال وتجديد كل سنه. طب احنا بنعرف ازاي 5 مليون دي اتصرفت على الاحلال والتجديد؟ على الكمبيوتر تخش 2006 تلاقي مثلا قريه قسطر عمل بيت، في الأندان عمل بيت، في الظهور عمل بيتين. تيجي تلم في الاخر تعرف عمل في كله 60 بيت، ال 60 بيت بيكلف في الدوله 60000 جنيه، 60 في 60 يبقى انت عرفت ان هو صرف
مثلا 2 مليون و400، طب فين يا عم ال 2 مليون و600 الباقيين؟ احنا من حقنا ان احنا نحاسبه، بس اهم حاجه نعرف البيانات دي. برضه بياخدوا 10 مليون عشان يعمل استصلاح اراضي، طب ازاي احنا بنعرف ان ال 10 مليون دي بتتصرف في الارض؟ المفروض واجب علينا احنا بقى كل قريه على حده تجيب الداتا دي تحطها على الكمبيوتر، احنا نلم ونعرف في الاخر تتصرف فعلا 10 مليون فعلا في مكانها ولا لا. كل البيانات دي المفروض احنا اللي بنعملها مش حد تاني اللي يعملها، ولا نستنى احصائيات عشان الدوله تعملها لنا. كذلك برضه هتلاقي ايه؟ يعني احنا دلوقتي الاحلال والتجديد ده مهم جدا. سهل جدا ان احنا نعمل ورشه عمل دلوقتي، وده انا قلت للشباب من اسبوع، كل قريه من القرى تجيب لي لسته بالبيوت اللي عايزه تعمل لها احلال وتجديد. كل قريه تجيب لسته بالبيوت اللي عايزه تعمل لها احلال وتجديد. لما نعرف في كل قريه باقي قد ايه، المحافظ بيقول 2400 او بيقول 2500 اللي باقي، احنا المفروض احنا اللي نعرف مش هو اللي يقول لنا، لان انا متوقع ان هي اكتر من كده بكتير. لما تيجي انت تجيب لي 5000 بيت عايزين يتعملوا لهم حاجه تجديد، علما ان في بعض البيوت اتعمل لها وعايز يتعمل لها تاني، يعني انا بيت انا في قريه اسكن اتعمل له مره واثنين وعايز يتعمل تاني، يبقى اذا بيكلف الدوله 60 و60 عشان 180,000 جنيه. طب لا، يبقى اذا هو يجب ان احنا نطالب يوم ما انا اكون عارف او اي مسؤول مننا، عندنا عضو مجلس الشعب محترم معانا يبقى عنده داتا زي دي هيعرف يتكلم فيها اقوى ما يبقى كلامه بس. يعني يوم ما يبقى نطلع له مثلا 5000 بيت، 5000 بيت وبتتكلم في الدوله 60,000 جنيه، 5000 ب 60,000 جنيه، يعني انت داخل في 3 مليون شويه، 3 مليون شويه، علما بان هي لو اتنقلت في القرى الجديده في كلبشه وتونس وعافيه والخير وبشار الخير هتكلف 40,000 جنيه. اذا انا هوفر على الدوله. يبقى اهم حاجه عندنا ان احنا نلم الداتا دي عشان نعرف نتكلم فيها. البطاله، نسبه البطاله على مستوى مصر 13% تقريبا يا ريس؟ نسبه البطاله على مستوى مصر 13%. عندنا في القريه 45%. طب ليه الفرق ده؟ في البطاله؟ لان مفيش في المنطقه اللي حوالينا مفيش اي مصانع. الشباب بيطلعوا من القريه بس بيروحوا على المحافظات او بيطلع بره مصر، عشان كده كمان بيتجوز بره، عشان كده كمان نسبه العنوسه اذا كانت على مستوى مصر 9%، لكن على مستوى القريه عندنا 35%. يبقى اذا العنوسه البطاله والعنوسه عندنا عاليه جدا. البيان ده بيوضح متوسط دخل الاسره ايه؟ بيوضح الاسره الاب والام دلوقتي في القريه ابنه مش بيجوزوا معاه. عايزين نعرف عدد الاولاد اللي ساكنين مع الاب والام ومخلفين وقاعدين في وسط ابوه وامه. وفي بعض كتير في القريه كده، قاعد ابنه هنا في الاوضه دي وقاعد ابنه في الاوضه دي وهو قاعد في الاوضه دي. ودي معاناه لازم نطلعها ببيانات وورق ارقام، ونقعد مع اي مسؤول ونديها مجلس الشعب، نديها لمجلس الشعب، نديها لمجلس محلي، نديها لكل مسؤول بيتكلم مع اي واحد في الدوله يبقى معاه قاعده بيانات يعرف يتكلم فيها. عشان اعمل الاستخدام ده يا جماعه في سؤال مهم جدا في الاسئله دي. انت بتحب القريه القديمه عايز ترجع ليها ليه؟ هل للحنين ولا هل انت عشان عايز تشتغل فيها؟ يعني دي النسب اللي طلعت في 13 قريه. من هنا مش انا بقى بتكلم بصوتي، انا مش عايز اتكلم بصوتي، انا عايز اتكلم بصوت كل واحد نوبي. لما اخش في تونس وعافيه وكل بيت ادق عليه، او اخش في ابو هول وكل بيت اخش ادق عليه واعمل الاستبيان ده، اللي عملوا الاستبيان دول من كل قريه 15 ولد وبنت. ده يدق على كل باب يخشوا يعملوا الاستبيان ده، كان 3 صفحات ويقعدوا يسالوهم. يبقى انا ما بتكلمش، انا راجل بعمل اللي اهلي عايزينه، مش بتكلم بصوتي، انا بتكلم بصوت اهلي، باستبيان بارقام. يبقى احنا هو مش بنتكلم بس، لا احنا بنشتغل. هنا الذكور قد ايه والناس قد ايه على مستوى ال 13 قريه بس. الخدمات التي يجب اضافتها، شوفوا هنا دي الخدمات كلها محتاجينها القريه حاليا وهم في قصر النوبه، محتاجين كل ده. اكثر حاجه محتاجينها هي دي اللي هي الصف السعيد. الشخصيات المحببه على فكره في الكوره في ناس ليها ناس هاديه كده، شخصيات محببه صوتها مش عالي. على فكره اتضح ان هم دول الناس اللي بتحل مشاكل. بنسال الناس في كل بيت مين الشخصيه المحببه اللي بتحل لك مشكله؟